بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا اغلى وارق متابعين في الدنيا؟ تعالوا بقى شوفوا اللي انا اكتشفته في الرخامة عندي. طبعا كلكم عارفين ان انا كنت عاملة الاستيكر ده علشان خاطر يعني يزود عندي الاضاءة شوية وقت التصوير، بيدي لون حلو قوي وانا بصور الفيديوهات، وكمان يعني علشان اعمل تجديد للرخامة. تعالوا بقى شوفوا انا اكتشفت ايه لما جيت اشيل، علشان خاطر انا عندي مشكلة في الرخامة بتسرب مية، وهيجي حد يعني يصلحها ويشوف ايه المشكلة فين. فتعالوا بقى شوفوا انا عملت ايه. قلت لازم اشيل الاستيكر ده علشان انضف الرخام، علشان الراجل لما يجي يشتغل تكون الدنيا رايقة كده ويعرف يشوف ايه المشكلة فين. شوفوا بقى انا اكتشفت ايه. شايفين الحاجات اللي لونها اسود دي طبعا لان كان في تسريب مية تحت الاستيكر. المكان اللي ما فيهوش تسريب مية كويس قوي، لكن شوفوا الحرف اللي بتاع الرخامة ده عامل ازاي. شايفين المية عملت ايه في الرخامة؟ انا ما كبتش اي مية ولا حاجة، المية دي كانت موجودة تحت الستيكر نفسه، يعني كان في تسريب مية من تحتها، ودي كانت النتيجة. انا في البداية لما جيت اعمل الفيديو اللي انا عملت فيه لزقت فيه الستيكر ده، قلت ان انا مضطر ان انا اعمل حاجة زي دي، لان لما بصور على الرخامة بيديني لون غامق قوي في التصوير. فانا عملت الموضوع الستيكر ده علشان يعني يديني لون حلو كده ويزود معاه الاضاءة، لاني بعتمد على لمبة المطبخ، ما عنديش اي وحدات اضاءة زيادة انها تزود لي الاضاءة جوه المطبخ. هشيل بقى كل الاستيكر ده من على الرخامة. وبرضو انا حابة يعني اقول لكم حاجة علشان افرحكم. احنا كملنا الشرط الاول الالف مشترك. مبسوطة قوي باي حد دخل معايا القناة جديد، كلكم على راسي. شرفتوا ونورتوا القناة. بشكر اي حد يعني قدرني مجرد انه يضغط على الاشتراك، ده تقدير ليا. بشكركم شكر يعني جزيل. شوفوا بقى انا قعدت اشد كده في الاستيكر ده. انا كنت مفكره بصراحه ان هو هيطلع معايا اسرع من كده، وبرضه الى حد ما يعني الحمد لله قدرت ان انا اتخلص منه كله واشيله. اي طرف كده ما كانش بيطلع معايا كنت بحاول اني اشده بطرف السكينه كده واطلع الستيكر ده كله. انا طبعا هقول لكم المشكله كانت عندي في الرخامه في المكان اللي حوالين حله الحوض نفسها، وكمان في مكان كان مفتوح في الرخامه علشان يعدي خرطوم كده رايح للفلتر. فالتوصيله بتاعه الفلتر دي كانت المكان المفتوح في الرخامه ده دايما بينزل ميه، والميه بتنزل تحت الحوض. ولكم بقى ان انتوا تتخيلوا قد إيه كان الموضوع ده مُرهق بالنسبة لي، وكنت دايمًا باضطر أغيّر الفرشة اللي قدّام الحوض دي باستمرار، لإنها كان دايمًا يطولها مَيّة. المكان بقى بتاع المكان اللي هو بتاع الفلتر ده، أنا كنت دايمًا باحط فيه هنا فوطة زي ما أنتم شُفتوا كده، علشان أي مَيّة زيادة ما تنزلش تحت الحوض. بصراحة كان بقى لها فترة طويلة وأنا ما كنتش عارفة أتصرّف فيها إزاي. كل الحواف بتاعة حلة الحوض دي في كام مكان فيها كان بيعمل تسريب، وكنت دايمًا باجيب أسمنت أبيض وأحاول إن أنا أملى الفراغات علشان ما ينزّلش مَيّة، لكن بصراحة كان خلاص بقى لازم يتشاف لها حل جذري علشان نتخلّص من الموضوع ده. قعدت بقى خلاص إن أنا خلاص إن شاء الله يعني قرّبت أهو إن أنا أشيل الsticker كلّه، بأي طريقة بقى نحاول إن إحنا نشيله. بس بصراحة أنا زعلانة أوي على الرخامة اللون الأسود اللي فيها ده. هاحاول بقى إن أنا أجمّع كل الورق ده، خلاص شيلته كده. ومع بعض بقى هنبدأ إن إحنا نحاول نطلّع اللون اللي إحنا لقيناه في الرخامة ده. شايفين عامل إزاي؟ أنا في البداية هارُش عليه شوية كده من الباور، يعني علشان أتخلّص من أي آثار برضه للزق، لإن المادة اللازقة دي بتبقى شبه الدهون. ف لمّا هنرُش عليها الباور لو في أي بقايا منها هتطلع معانا. وبرضه سِبتها شوية وبعد كده جِبت سلكة ناعمة وقعدت إن أنا أغسل فيها. يا رب بقى تطلع معايا وتبقى حلوة، علشان يعني بصراحة مضايقاني. أنا باحب الدنيا كده تبقى حلوة ما فيش أي حاجة فيها بُقع ولا رواسب ولا أي حاجة. حاولت بقى إن أنا أطلّع كده، وكمان حطيت شوية بقى بعد الباور ده شطفته مرّة وحطيت شوية برضه من الكلور، ورجعت تاني دعكت كويس أوي. آخر حاجة استخدمتها قُلت طيب أنا هاستخدم حاجة زي الفلاش. إيه اللي هيكون زي الفلاش بالضبط في التنضيف لإنه ممكن يخفف اللون الأسود ده؟ الهاربيك. مش مشكلة بقى، يعني حاولت إن أنا أستخدم منه شوية كده وأشوف، وفعلًا هو أكتر حاجة جابت معايا نتيجة شوية في الرخام ده، لإن هي شالت يعني اللون الأسود خَف شوية عن الأول. وبرضه فضلت أغسل فيها بالسلك كده كويس، وغسلت طبعًا البلاط اللي فوق الرخام ده والرخامة كلّها، وكمان حلة الحوض.
حاولت بصراحة إن أنا أنضف كل حاجة موجودة في المطبخ والبوتاجاز. طبعا لما بيكون أي حد جايلك وهيدخل مطبخك لازم يعني تخلي الدنيا رايقة على قد ما تقدري. خلاص كده أنا خلّصتها وشطفتها كمان، لسه في بقايا طبعًا مش هتطلع معانا من أول غسلة، لإن هي بقى لها أكتر من شهرين 3 عليها الsticker ده، وأكيد كان التسريب ده من بدري. خلاص كده الرخامة خلاص بقت نضيفة معايا، بقيت الرخامة كلّها، وكمان نضّفت بقى بوتاجازي ومطبخي، ونضّفت الدنيا وروّقت الدنيا خالص، لكن للأسف اللي حصل وقت الشغل في الرخام هتتفاجئوا دلوقتي بالمنظر اللي هتشوفوه. حتى الرخامة اللي جنب البوتاجاز كمان كنت نضّفتها خالص. شوفوا بقى المنظر ده، المنظر ده للمطبخ بعد ما الراجل خلّص شغل في الرخامة والحوض وضبّط الدنيا وصلّحها خالص. شايفين أنا يعني مش عايزة أقول لكم أنا وقتها كان هيجرى لي حاجة، بعد ما كان المطبخ زي الفل، شايفين كمية الترابة اللي نازلة من الشغل لإنه استخدم الصاروخ علشان يقطّع في الرخامة ويضبّط الدنيا اللي كانت بتسرّب المَيّة دي. شايفين والله الشكل؟ على فكرة هو حاول يعمل لي قطع كده علشان تكون حوالين المكان بتاع المَيّة اللي هي نازلة للفلتر دي. شايفين بقى الحرف اللي إحنا ركّبناه كده للرخامة، ما شاء الله بصراحة شكلها متين وحلوة، وفعلًا هي منعت أي مَيّة تنزل خالص من على الرخامة. أهم حاجة عندي بقى كنت عايزة فعلًا إن أنا أتخلّص منها هي التسريب اللي كان حوالين الحوض. شايفين؟ هو شال خالص حلة الحوض دي وحط فيها يعني عمل لها مكان كده بحيث إن هي تتعشّق فيه في قلب الرخامة، وحط عليها لزق كُلّة للرخام، فخلاص بقت ماسكة خالص. ده بقى الحاجة اللي هو عملها لي علشان خاطر المكان بتاع الخرطوم بتاع الفلتر ده. عمل قطعة كده من الرخام صغيرة وعملها بالأسمنت وبقت ماسكة زي ما انتم شايفين كده. بصراحة هو يعني دي كلها حلول كده كأنها مسكنات، بس إلى حد ما حاجة كويسة. ده برضو جنب الرخامة التاني بالشكل ده علشان أي مية تكون على الرخامة ما تنزلش خالص على الأرض. ادعوا لي بقى ربنا يوسع عليا وأغيرها خالص وأغير كمان حلة الحوض دي. كل اللي أنا عملته ده دي تعتبر حلول مؤقتة كده. بس يا رب أكون فدتكم بأي فكرة بسيطة، يعني أي حد عنده تسريب في الحوض أو في الرخامة كل حاجة ليها حل إن شاء الله. يا رب ربنا يسعد أيامكم وأوقاتكم. فرحانة أوي بوجودكم معايا، ربنا يديمكم عليا يا رب نعمة كده في حياتي، وتكونوا دايمًا في ضهري إخوات وسند ليّا. لإني بصراحة عمر قناتي دي ما هتكبر ولا هتتعرف ولا هاوصل لأي نجاح غير بيكم وأنتم معايا طبعًا. شايفين ما شاء الله يعني الواحد لمّا بيعمل أي شغلة في البيت بيكون مبسوط أوي. لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك جميل منكم كده. شكرا ليكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.